يسعد مساكن. قبل 10 سنوات ولدت نجمة سطعت بضوئها على المشاهد العربي فأدهشته. ولدت لترى، لتنقل، لتتابع، لتحلل وتعيد تركيب الصورة على حقيقتها وكما ينبغي أن تكون، وكان ذلك إنجازا حققته MBC التي حلقت في فضاء النجومية وتفردت بسباقات إعلامية تفوقت فيها على معظم المحطات العربية الأخرى. اليوم وفي الذكرى العاشرة لتأسيس MBC نستطيع القول إن محطتنا تجلت وتفردت حينما اختلط الحابل بالنابل، وتميزت MBC في وقت بدا فيه أغلب الإعلام العربي وكأنه بلا رائحة ولا طعم ولا لون. وبخطوتها الجريئة فتحت MBC الباب واسعا أمام تجربة هائلة يخوضها الإعلام التلفزيوني العربي. عرفت العثرات طبعا واغتنت بالنجاحات وما زالت تنظر إلى الأمام، وتحت ظل هذا الصرح الخلاق التقى أرقى المهنيين من جميع الأقطار العربية والأجنبية ليساعدوا المشاهد العربي كي يرى العالم بعيون مختلفة، بعيون عربية. اليوم حلقتنا خاصة وخاصة جدا، وهنالك مناسبة وسبب. فاليوم كما قلت تصادف الذكرى العاشرة لتأسيس MBC، وبهذه المناسبة راح بيكون معنا ضيوف كبار وحلوين حبيتون سواء على الشاشة الكبيرة أو على الشاشة الصغيرة، وراح نبدأ من الأول. ضيفنا اليوم صاحب خصوصية ونكهة تختلفان عن غيره من النجوم، فهو بعد مشوار طويل مع التلفزيون والمسرح والسينما تنازل عن عرش الكوميديا ليلتحق بقوافل الإعلاميين ويخوض على مسؤوليته غمار همومنا وشجوننا، أي أنه ترك قبقابه وشرواله مع غوار زمانه وتسلح بكرافاتة الطامحين للمال، ليس ليسرق 10 ليرات من جيب أبو صياح ولا ليخطف فطوم من حسني، بل ليجيب عن أسئلة المليون. وفناننا ليس وحده الليلة، بل تتأبط ذراعه نصفه الآخر ورفيقة دربه الطويل التي طالما أصابتها شظايا مقالبه الفنية وغير الفنية. لنرحب معا بسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة وصاحب برنامج على مسؤوليتي في MBC الزميل والفنان الكبير دريد لحام وزوجته الصامدة هالة بيطار. اهلا وسهلا. هلا عيوني. الله شايف شعبيتك لوين واصله؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك وبالست هاله. الله يخليك. نورتوا استوديو من سيربح المليون. الله يخليك. الحقيقه انا من زمان ناطر هالمناسبه، ناطر يعني لازم رد لك الاجر. انت استضفتني على مسؤوليتي، لازم انا كان ذات يوم انه استضيفك بمن سيربح المليون، وبعتقد اليوم بذكرى العاشرة لتأسيس MBC هيدي أفضل مناسبة. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. عم تستنى مناسبة تشفى فينا يمكن. ليه ما تشفيت فيي أنت على مسؤولية؟ ليه نيتك عاطلة؟ أنت عادة بتتشفى بعدين كيف بدي أتشفى فيك وفي معك ست هالة؟ الله يخليك. معقول؟ الله يخليك. طيب. على فكرة جد يعني بدي نبهك للناس كتير بيحبوك على فكرة وبيحبوا البرنامج نعم. ما بدك تزعلهم ليلي جد، لكن في كتير من الأحيان بيقولوا الناس بيقولوا لك حرام عليك حاج تعذبه للمتسابق، بتلعب بأعصابه، فالله يخليك لا تلعب بأعصابنا اليوم. لا لا الحقيقه مش عازمينكم لحتى نلعب باعصابكم، انتم ضيوفنا. انتم ضيوفنا. شو بك؟ شو مش مريحك بهالكرسي؟ واصلين رجليك لهي لا والله طيب ما هي هذا المقصود انه تضلوا مرتفعين على الارض هيك في حالة انشناق. لا لما عم شوف البرنامج عم هي شوف في حالة الضيف انشناق. كيف هي مش الضيف لما عم يقعد عم بيوصلوا رجلي لهي، نحن كني صرنا بهالسفره. هيك الظاهر من الرعبه، انا بالنسبه لي رعبه. على كل حال اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. رح نبدا هالمسابقه بهالمناسبه الخاصه، بس قبل ما نبدا بحب اعرف انه ارباحكم ان شاء الله تكون مليون، لمين بتحبوا تعطوها؟ لاي جمعيه خيريه؟
الحقيقة يعني مقررين نقسمها، أو أنا مقرر مقررين أن نقسمها لثلاث أجزاء، ثلاث أقسام. قسم بيروح لمؤسسة الشهيد في لبنان الثلث، والثلث الثاني للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بسوريا، والقسم الثالث لجمعية أصدقاء الطفولة، هي جمعية قيد التأسيس وأنا وزوجتي أعضاء فيها. فإذا أهداف رفيعة جدا، بنتمنى أنه تبعدوا كثير بهالمسابقة قد ما فيكم إن شاء الله. ان شاء الله بنربح صوب المليون يعني المليون، ومنقسم صوب المليون ان شاء الله. بس دخلتي برجلك اليمين؟ ايه دخلت برجل لازم اليمين، مو واحد هيك فوت برجله اليمين مشان الله يوفقه، مو هيك بيقولوا. هيك اسمح لنا نرجع نفوت وعتبة هيك جديدة، رتبتوها. وعتبة جديدة بيقولوا هيك رتبتوها. لازم. طيب منيح، لكن ان شاء الله تكون فاء الخير. عندكم فكره عن المسابقه؟ ست هاله، انت بعرف انك عم بتتابع البرنامج مش مثل الاستاذ دريد. لا والله أنا لا والله وأنا لا والله بتريد بيتابعوا. استظهر لك اياها. في عنا 15 سؤال للمليون. الخامس سؤال بنربح 1000 ممنوع بنخسره. صحيح. 10 سؤال 32,000 ما بنخسرون. فينا ننسحب بأي لحظة بنريد. عنا ثلاث وسائل مساعدة. خليني احكي شي تفضلي كلمة. فينا نحذف اجابتين او نتصل بصديق. نعم. او نستعين بالجمهور بيساعدونا ان شاء الله. اوكي. لا بس ممنوع تطلعوا بالجمهور. لا ممكن خلص الجمهور يساعدكم بس هلا بس من دون ما تطلعوا بالجمهور. انا خلص. بس بتطلع بالجمهور. طيب جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. بنبدا استاذ دوريت. إن شاء الله. اعصابك منيحه، هادي، مرتاح؟ بلشت. وين بتلاقي حالك تعبان اكثر؟ على مسؤوليتي ولا هون؟ لا والله هون. هون ما تعبان لا اكثر؟ لا جد هون. يعني كنت متصور انه اذا ملاحظ كثير متحفز منك، واعد لك على المايل هيك. ايه جد بشرفي متحفز كثير، يعني قربي علي هيك بنقوى ببعض. لك ما تقربي كثير رح نخلف. طيب علينا حكي. فاذا انتم جاهزين؟ نعم. ونحن جاهزين مع الاستاذ دريد لحام وهالة البطار زوجته، ومن سيربح المليون؟ ماذا نسمي الانسان حاد الذكاء؟ مثلك، غبي لا سمح الله، بليد، عبقري، رعديد. عبقري. رؤيا. لا عبقري ما بلا انا تتسرعي، رقم ما تتسرعي. 3. مسألة عبقري ولا غير عبقري، مسألة الواحد بده يفكر ليجاوب. نعم، يعني ممكن يكون في فخ، يعني ما يعني تتسرع. حتى لو سهلة لازم لا انا تفكر. معه، انا معه. لا مو هيك يا قلبي، مشان الناس الاولاد يعرفوا انه عم نكسب لقمتنا على بكثير من قشبينا. الصعوبة. اي والله وين كان هي اللقمة مش إلها، بس على كل حال يعني الواحد يفكر. يعني انت برايك رعديد؟ لا عبقري رقم 3. مو برأيي رعديد، بهيك مسائل دائما الواحد نفكر. بقول بنفي هي. طيب. غبي اكيد لا، لانه اول ما طلعت غبي قال لا سمح الله معناتها مو هي. شكرا للمساعدة. شفت كيف بيقولوا ما بساعد؟ انا بساعد. أنا بزماني كنت كثير بالمدرسة فعلا خاف، والله العظيم. كنت خاف كثير، ارتعب من الأستاذ ومن الطلاب وكذا، فكانوا يقولوا لي بليد معناتها مو هي. طيب ما اكون عم بذكرك بايام مدرسه انا هلا. برايك مو رعديد غير شيء. لا طبعا رعديد يعني جبان، هاي بعرفها منيح. ما في غير عبقري. عبقري، فاذا عبقري فكرت هو الجواب صح، صاروا 100 ريال. شكرا. تسمع مني، امشي مع الست هالة على عمياني إن شاء الله إن شاء الله. مثل ما هي ماشي معك على اسمح لنا عمياني. 100 ريال. هلا بدك 100 ريال؟ أنا بحب كل دفعة بدفعتها. أنه هي المصاري طول بقولنا هي بالك. نحن موكلين توكيل عليها لجمعيات إنسانية. بدنا نسلم. خلينا طول بالك. سلمنا خلينا بنسلم. نشوف السؤال الثاني ب 200 ريال. هلا بعطيك ال 200 ريال. الغفوة ساعات الظهر هي قيلولة، ترويسة، ترويقة، تروية. قيلولة. اكيد دريد، والله عرفتها قبل ما يقول. ما تزعلي بقوم، ما تزعلي بقوم بيمشي. أنا ما عم طلع بالجمهور مشان آخذ جواب، جد والله عم طلع، بس معقول هذا يعني رأسا. رقم 1. لا اكيد ما انا بصير واحد. بعدين حبيبتي الدعوة اجت إلي.
اجى مكتوب السيد دريد لحام وزوجته، بس انكتب اسمي. ما قالوا هلا بيطار وزوجوها. بس انكتب اسمي خلاص، بدي اشترك مع انه دائما بشوف انا ليه قمع على ست هلا هيك معها حق والله مو مسألة بالزمان كانت بدها تخلعك. بقى خبرينا صحيح، خبرينا قصة الخلع هيدي، كيف قصة الخلع؟ لا والله هي طلعت قاعده، بس انا عمري حدا بيخلع قلبه. عم نصبطها هلا، عم نصلحها هلا. لا هو بس ما بعرف، هي فعلا جازفت مجازفه. يعني فرضي وافقت. هل بعثت لك الشرطي على البيت حامل لك عملتها بساعة الجنان والله، ساعة هي الجنان. بسموها الخلع، ما هي؟ خلع بدها تخلعني. هيك بدها تخلعك. فاستغربت يعني كيف المقامره. فرضي انا بلحظه جنان وافقت مثلا. الحمد لله. لا بعرفك عاقل حبيبي. بس أنا بعرفك إنه تاخذ بالك ما بتجاوب بسرعه. بالتروي. عارف بدك ما بتجاوب بسرعه. انا جنيت وما وافقت. حبيبي طبعا. طيب ما هو طيب لا، ما هو هلا شو الجواب؟ قيلولي اكيد. قيلولي اكيد الجواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال الثالث 300 ريال. متهيألي قيلولة صح. لا خلص صح. احذر لي صح لانه في غنيه ما تتعب راسك صح. ميل يغزيل ميل وقيل لك ايولي. هي قيلولة. يعني حدا بيقول لحبيب تعال تسطح عنا مثلا. نعم. ما هو الرائي؟ الرأي. المذياع، السينما، المرآة، التلفزيون. رقم 4 التلفزيون. لا تزعلينا، الله يرضى عليك. قالت هي جواب رقم 4. يلا جواب رقم 4 صح، صاروا 300 ريال. شكرا. يعني إذا على المعدل ما راح يطلع لهم شيء جمعيات. طيب لا مو هيك، يعني اذا كان عم تقول لي اذا انت عم تقول يلا صح، طيب انا ليه جاي؟ صحيح انت جاي مع الست هلا. لا طيب جاي احكي مو جاي يعني محرم انا هلا. طيب السؤال الرابع ب 500 ريال. يعمل في محطة MBC، فمن هو؟ خالد بكداش، رؤوف دنكتاش. كان يعمل رؤوف دنكتاش. معتز الدمرداش، مدفع رشاش. معتز الدمرداش رقم 3. هي صحيحة، وهلا شفته وقابلته قال لي انه هو بيعمل بالMBC. فهو غششنا. فاذا هو معتز الدمرداش راح بيكون معنا بعدين. معتز الدمرداش اعطاكم 500 ريال. شكرا لمعتز. السؤال الخامس ب1000 ريال. بس تعرف لوالي رقبتي قبل شوي الاستاذ معتز. ليه؟ بسم الله شو طول يا اخي، يغزي العين. ضليت ساعة عم بحكي معه وانا عامل له هيك يعني. هو لسه قدامي هبة ال20. يا سيدي قال بيقول لك هون أكمل البيت التالي. عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو جار، عار، نار، كار. عارو رقم 2. ماله قولي وانا بعرفها باعتبار لي اهتمامات موسيقيه وبعرف انه بيغنيها الغزالي. وبس مين مؤلفها بتعرف؟ المستنجد بالله. الجواب صح، صاروا 1000 ريال. هلا ما بقى نخسر هلا. ثلاث وسائل مساعدة ما تنسون. السؤال السادس ب2000 ريال. بنشوف السؤال. بتعرفي ليش عم بذكرنا فيهم؟ لانه هلا بلش الحامي. ايه ما انا مشان هيك كنت عم جاوب بالاول. هلا تركتي له انت القسم الثاني. ماذا تفعل بالبابونج؟ تشويه بالفرن، تحشيه باللحم، تقليه بالزيت، تغليه وتشربه. رقم 4. روح انا. لا حبيبي يلا احكي انت. رقم 4 انا رأيي رقم. ما انا عارفها كمان. عارفها اوكي يلا قولها. سمع كل ما يصير معي بغصت بتغلي لي بابونج. ما انا عارفها. اوكي طيب تفضل جاوب حضرتك هلا. يلا جاوب. قماعة للست هلا. قماعة. تغليه وتشربه. تغليه وتشرب. جواب رقم 4. نعم. برافو حبيبي برافو. جواب نهائي؟ نعم جواب نهائي ان بس شاء ما الله. عرفه لحاله انا قلت له. الجواب صح، صاروا 2000 ريال. بس لا عن جد عم بيصعبوا لكم الاسئله. ما
عم بيصعبوك كتر خيره هلا بنشوف السؤال السابع، بس خلينا نتوقف لحظات مع الاعلان، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد بهالحلقه الخاصه من برنامج من سيربح المليون. في معنا الاستاذ دريد لحام ومدامته الست هاله عم بيشاركوا بالمسابقه، وصلوا ل 2000 ريال. فيكم تنسحبوا اذا بدكم هلا؟ لا بكير لنشوف بكير. السؤال. بكير. طيب في عندي حل، ممكن انا اخذ 2000 وانسحب وهي تكمل. حلك كويس. لا لازم نسحبوا سوا. طيب. ما فيك. ممكن. السؤال السابع ب 4000 ريال. بعد في عندكم 3 وسائل مساعده ما استخدمتوا منها ولا شيء. بنشوف السؤال السابع. ماذا يسمى طرف الأنف؟ الثعلبة، الدجاجة، الأرنبة، القردة. عم تلاقي الأرنبة. بيقولوا طرف الأنف. بردت بيقولوا بردت أرنبة أنف. أرنبة الأنف. طيب إذا ليش سموها أرنبة ما سموها جاجة مثلا؟ سموها ديك ديك ما بعرف. مثلا الأرنبة. الأرنبة. عم تلاقي. شو بتقولوا؟ شو بتقول أستاذ دريد؟ إيش؟ ما فهمت. ما عندنا رقم 3. رقم 3 الأرنبة. متفقين؟ نعم. رقم 3 جواب نهائي. إن شاء الله نهائي. الأرنبة. الأرنبة. أنا بلشت أسأله يعني ما بقدر. لا أكيد الأرنبة، لأنه بيقولوا بردت أرنبة أنفه، ما بيقولوا بردت قردة أنفه. في قردة إذنه بس مو أنفه، في الأرنبة للأنف. الأرنبة. نعم. تعرف باعتبار كنت عارفها أنت ولا بتهيألي كنت عارفها ولا ست هالة ردتك ساعدتك؟ اتفقنا مع بعض. يعني الحمد لله نحن ما الله ما يعني ما جمع الا وفق يعني وسموها أرنبة باعتبار الإنسان بيشم فيها يعني تيمنا بالأرنب، لأنه دائما بتلاقي عم يعمل والله هي مجايدة. جد والله الأرنب دائما هي والله ما كنت مجايدة. عارفها أنا هذه. ولا أنا ولا شكرا على المعلومات. لا هي هلا شو بعرف شو تفسيرها. هي النتعة هلا طلعت معي. شكرا على المعلومات. الجواب صح، صاروا 4000 ريال. عم تعدون؟ بعد في عندكم 8 سؤالات للمليون، مش هيك؟ في معكم 4000 ريال. السؤال الثامن ب 8000 ريال. أي الكتب التالية هي من تأليف جبران خليل جبران؟ الأجنحة المتكسرة، الشبابيك المتكسرة، القلوب المتكسرة، الألواح المتكسرة. رقم 1. أكيد جو في الأجنحة المتكسرة. بتهيألي طبعا الست هلا قالت لك انه الأجنحة المتكسرة وقريته الكتاب. جواب نهائي. اي بلا نهائي. الأجنحة الأجنحة المتكسرة أكيد. بلا والله كنا معتمدين عليها. انت رجعت دوعتنا يا لا أخي. دريد الأجنحة. ما لك حق هيك. لا شو بدك فيه؟ شو بدي فيه؟ لك لا. بمين بدي؟ هو بده يدفع لنا. دريد أكيد الأجنحة. لك لا ترد. لمي على مين ما رد؟ رد علي. خلص هدي محله واسألي انت. شو ما ردك الثانية يعني مو الشغلة مو بالهيلمة كمان. لا بس والله الأجنحة أنا واثقة. بحلف. طيب يعني إذا طلع مو الأجنحة مكسرة بحلف بالطلاق. طيب بدك شو اسمه؟ هلا انت منك مش متاكد. ما انت لا تأذينا الله يخليك. لا يعني لا يعني لا تفصم. انت لا تطلع فيه، لا تطلع فيه، اعملها لا يعني لا تفصم عرى قلبين بخربطنا بهالمسألة هاي. لا لك القلوب لا بلا الأجنحة بتتكسر بس القلوب ما بتتكسر. بلا بيقولوا لا تكسر له قلبه، لا تكسر له خاطره. كسر له قلبه، ما بيقولوا قلب مكسور. خلينا بالأجنحة. الأجنحة جواب نهائي؟ ايه ان شاء الله. إن شاء الله. خضرة بدي خضرة. انت كان الهامك القلوب. ها؟ كان الهامك القلوب المتكسره.
بس بعدين رجعت حالي لانه بتذكر انه يعني القلوب ما بتكسر يعني مثل ما قلت لك واحد جبران خليل جبران ما هي يغلط بمساله يعني الكاسه يا بتنكسر. سيدي كان معكم 4000 ريال، كان بعد عندكم 3 وسائل مساعده ما استخدمتوها. شو قصدك؟ ليش حاطين لكم وسائل قلت مساعده؟ لك خلينا نستعين. ليش قلت لك حاطين لكم أنا. وسائل مساعده نحن؟ اوعى تقولها. شو قصدك؟ لك لو استعنا وعدوا مو كان لك. احسن له ريت. كان معكم 4000 ريال. لخلصنا رح اموت. والله العظيم هلا العالم كلها عم تقول حرام عليك. لا الناس تعذب. كلها عم تقول لك حرام عليك. صارت قلوب متكسرة. طبعا الاجنحه المتكسره لجبران يا جماعه ولو لا وانا كمان عم ترعبني الموسيقى. ايه هيدي بتلعب مين مكان الموسيقى. من جد. مرقوا حاطينها زملاء أصلاً. كبار اول شيء عليتوا لنا الكراسي مشان ما نرتاح بالقعده وهي نعم. الموسيقى نعم. وبالجمهور لا تطلع وليش معتمين اليوم بدنا نشوفهم يا اخي. السؤال التاسع ب 16000 ريال، ما تنسوا وسائل المساعده. يا رضا الله ورضا الوالدين. يلا بنشوف السؤال. والله الله سبحانه وتعالى بخيب. من هو بطريرك الأقباط الأرثوذكس الحالي في مصر؟ البابا شنودة الأول، البابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، البابا شنودة الرابع. بعرف انا البابا شنودة وانا بعرف البابا بس شنودة. واحد. وانا عارف انه البابا شنودة اسمه انا عارف. في عندكم 3 وسائل مساعدة. طيب فيك تحذف لنا 3 اجابات ايه له اجابتين والي اجابه. على اساس ما للذكري فينا لا. للذكري مثل حظ الانثيين. نعم ايه صح؟ بيطلع لك إجابتين. انا بيطلع لي حذف وأنا؟ اجابتين وهي نص ذكر بيطلع لها حذف اجابه بتحذف لنا 3 اجابات وبيمشي الحال. والله كثير منيح هيك. الله يوفقك. الله لا يقعدك القعده الذليله. مرعبه خربطت انا هلا. يلا شو بتعملوا؟ حجره بقره قال لي لا ما بصير حجره بقره. ما بصير. ولو اذا بنسلت للقلب شو بكي انت؟ شو حجره طب بقره؟ خلينا نستعان بحدا. نستعين للجمهور. بدك الجمهور. نستعين بالجمهور. نستعين بالجمهور. جمهور هلا لكم الشرف تساعدوه للاستاذ وريد. حضروا حالكم اذا بتريدوا. السؤال: من هو بطريرك الأقباط الأرثوذكس الحالي في مصر؟ ان شاء الله يكون في مصريين بين الجمهور. البابا شنودة الأول، البابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، البابا شنودة الرابع. اختاروا الآن. حلوة يكون الرابع وراح علينا. تاني. أعطوكم 57% للجواب رقم 2 اللي هو البابا شنودة الثاني. أعطوكم 28% للجواب رقم 4 البابا شنودة الرابع. بقى 11% للجواب رقم 3 البابا شنودة الثالث. اكيد مو الاول لانه الاول عاده ما بيقولوا له الاول لانه ما بيعرفوا جاي شنودة بعده ولا مو جاي، فاكيد مو الاول. نحن عم نحذف لحالنا اجابات ما والثالث ما رشحوا بين الثاني والرابع معناتها نحن هلا خلينا مع الجمهور. شو رايك انه بدنا نروح باتجاه الجمهور شنودة يعني الثاني؟ ما ضروري، أنت فيك بالنتيجة بدك تقرر لوحدك. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، قصدي إنه يعني البابا شنودة معروف يعني. بعرف انه معروف انا إيه، عارفه نعم. يعني في جميع الأقطار العربية والله وبالعالم إيه. معروف إيه. البابا شنودة ايه قول لي شو حضرتك بتعرف؟ ايه بعرف. انو ما راح أقول لك. هات لي شو. ما راح لا أقول ما لك. بتعرف ما راح أقول لك، بس أنا بيعز علي إنك تخسر بس. عم خرب مع هيك الرابع. ما بعرف شو بدي. هو لو طلع لنا هيك مثلا ايه لو بابا. طلع لنا هي النتيجة على طريقة الانتخابات العربية شي 99 فاصلة كذا مثلا تيجي ناخذك اجابتين. لا ولو حرام على سؤال واحد نروح وسيلتين مساعدة. بابا شنودة بابا شنودة
عمري ما فكرت ثاني ولا تهيألي رابع. الرابع. رابع. رابع. إذا بتذكر رابع. تهيألي الرابع. ناخذ طيب الثالث. نجرب حذف الثالث. اجابتين. رح يروح لنا اياهم كلهم. هيك. بتعرفي انا مخلي حذف الاجابتين لامتى؟ مشان للمليون؟ الاتصال بصديق. يعني وقت بدي اتصل بصديق هو بينصحك اذا بتحذف اجابتين. انا بحذف له اجابتين بضل عنده اجابه لانه 30 ثانيه ما بنلحق نقرا له الاربعه. نعم. نقرا له شغلتين بس. نعم. بس هلا صارت مصيبه هي المساله. طيب نحذف اجابتين، اتكل على يلا. الله ونحذف اجابتين. يلا. نحذف اجابتين. نحذف. ست هلا شو يلا. بنعمل؟ فاذا بنطلب من الكمبيوتر يحذف للاستاذ دريد والست هلا اجابتين من الثلاثه الخطا. الثاني الكم باعتبار ما رشحوا الثالث الجمهور ما ما رشحوا رشح الثالث. رشحوا الثاني. لأول ما له طعمين. خلص الثاني. شنو ده الثاني؟ شو قلتوا؟ الثاني. اللي الجمهور عطوه؟ نعم. ايه الجمهور عطى ثاني. الجمهور عطى الثاني. ايه إيه. عطى 57% للثاني. للثاني. وقلنا الجمهور ما في ولا واحد مصري بيناتهم. جورج دوختنا. شايفين؟ ناخذ الصديق. يعني- الصديق ما حيعرف. تعال نسأل يعني- معتز. ايه معتز وينه؟ هات معتز الدمرداش. لا ممكن يعرف. إيه طبعا بيعرف. صديق بس هلا في عندكم خيار بين اثنين. شو خيار؟ رجع يحذف لي واحد لإلي. جمهور ما قال محذوف. جمهور قال الثاني. الاول انا حذفته من الاصل لانه ما بيقولوا اول لانه لسه ما في حدا مسمى هيك بعدين. يعني هلا انا ما بسمي حالي دريد الاول. ايه لا حفيدي دريد الثاني. ايه. بس انا مو الاول. طب دريد طلب حذف اجابتين وانا بطلب حذف. لا خلص هلا ما فينا ما نحذف. في بصير. عندكم خيار بين رقم اثنين او رقم ثلاثه. رقم اثنين الجمهور اعطاكم 57%، ورقم ثلاثه اعطاكم 11% جمهور. نعم. وانا استنتجت انه ما في ولا واحد مصري بين الجمهور الا شيء قليل يعني. ما بعرف. ممكن الثالث. يلا قول الثالث. انت ما عم تقري جرايد؟ لكن بلا بس عمري ما بكمل يعني انه شو ما بعرف انه بتعمل؟ البابا لا شنو بتمسك ده. الجريده وبتسدي بالكلمات المتقاطعات بيهمك من الجريده كلها. هلا طلعت فيك بقرا البابا شنو ده بس ضروري اعرف اول ولا الثاني ولا الثالث. بابا شنو ده بعرف. اخ يا وطن بنقول الثالث. بتقول الثالث؟ ايه حط لنا هاي الخضراء عليها لشو. بتقول جواب نهائي الثالث ايه يعني؟ ايه شو رأيك؟ دخلك حقق. كان عندك مسرحيه اسمها صح النوم. ايه ايه صح النوم. مسلسل ايه. مسلسل صح النوم. ايه. إيه صح النوم. جواب صح. هيك زعلت. هيك قصتنا. طيب شو استفدنا لكام من مساله سؤال الجمهور؟ انا لو بدي عم اخسر تعاتبني إلي؟ لو بدي اخسر احتراما لهم لازم اقول الثاني. ايه لك كان احنا عندنا لازم اقول الثاني احتراما للجمهور لانه فينا هو نظلم. اختار الثاني. ما فينا نظلم الجمهور. انا ما بعرف فينا نظلمه للجمهور. انا بعرف انه الثالث بس احتراما مشان الجمهور الثاني. طيب نحن رح نتابع نحن وياكم بالسؤال العاشر 32,000 ريال، بس بدنا نتوقف كمان مرة للإعلان. خليكم معنا. برحب فيكم من جديد بالقسم الثالث من هالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح مليون. مثل ما ذكرت في البداية، هالحلقة الخاصة هي بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس محطة الMBC. وفي معنا اليوم ضيوف كبار، وفي معنا ضيف كبير هو الله الأستاذ يخليك. دريد لحام وزوجته الست هالة. عم بيتابعوا معنا المسابقة، وصل ربحهم إلى الآن ل 16,000 ريال. رح منكمل معهم بالسؤال العاشر اللي بيساوي 32,000 ريال. شو؟
ارتحتوا شوي إن شاء الله. بهالبريك؟ إن شاء الله. بنشوف السؤال العاشر. بدوية في باريس، بدوية في روما، بدوية في بيروت، هي لسميرة توفيق، فمن هو مخرج جميع هذه الأعمال؟ حسن المليجي، شوشو، رضا ميسر، محمد سلمان. شو؟ ها؟ ظبيت جرافتك. شو بقى؟ مايلة. طيب هلا جاوبنا قبل الجرافي، جواب نهائي. هلا وقت الجرافي هي كمان روحت لي تركيزي. ها؟ وقت الجرافي اللي عشان تفكر شوي، تفكر منيح لأنه طيب اللي بيهمنا أناقتك يعني. هو جرافتي منيحة بس أنا رقبتي مو على النص، أنا رقبتي مايلة. لا تعملي لي اياها سيرة عشان مثل سحاب تظبط. أيمن. لا تذكر. طيب تذكر. شو؟ محمد سلمان. محمد سلمان، جواب نهائي. جاوبني. ايه ان شاء الله. انا هذا يا رب تصير خضرة، يا رب تصير خضرة. لا خلي معي. خلي معها. بدي أعطيكم أكبر منه. بعدين مش أنت بعد بدي أعطي طيب الشيك أعطينا بس أكبر منه وبلا العذاب. طيب هلا بعد في عندكم وسيله مساعده وحده اللي هي الاتصال بصديق. السؤال الحادي عشر بيساوي 32 بيساوي 64,000 ان ريال. شاء الله ما بنعتاز يا رب. ان شاء الله ما تعتازوا المساعده. حكمت 80 يوما فقط ثم قتلت، فمن هي؟ استنى لين ست الملك، زنوبيا، شجرة الدر، بلا شجرة الدر. كليوباترا. بلا شجرة الدر، قرينا عنها تاريخ. مو هيك؟ أنا عامل عليها فيلم. ايه عملته تاج باتوك. تاج باتوك. رقم ثلاثة. كليوباترا حكمت أكثر لأنه حبت وتجوزت وبعدين انسمت. مارك أنتوني. مارك أنتوني مارك القائد أنتوني. الروماني. يعني قضت حروب. زنوبيا خاضت حروب إلى أول ما لقاها. حبت القيصر قبل ما فهي حذفت إجابتين لحالي. ما لنا بحاجة بدك تحذف لنا إجابات. لا نحن خلص ما لحالنا في. عم نحكي. طيب احنا لحالنا عم نحكي. شجرة هلا عندك ست الملك وشجرة الدر. شجرة الدر. رقم 3. رقم 3. جواب نهائي. ان شاء الله. لا لك ست الملك مالي سامع فيها. ولا انا. يعني خلينا مش معلش. ست الكل. معلش ست الملك. ها كيف ما انا سامع فيها؟ ست الملك. سامع بست الكل. قلت ست الكل ماني سامع فيها. ست طيب الملك. على راسي. هلا يا سيدي سامع ولا مو سامع؟ انا اختصاصي كيمياء. طيب بس شجرة الدر بس 80 يوم حكمت. لا لك اسمح لي اقول لك شغله. خليني مو اقول لك يعني ما اعمل لك تساعدنا. لا وعلى كل حال فيني ساعدكم قلتوا جواب نهائي. اذا ساعدتنا انت الله بيرضى عليك، لانه هي المصاري رايحه لجمعيات انسانيه. نعم الله يخليك. مشان الله يرضى عليك قصرت إذا لحد ما هلا بدك شيء؟ تساعدنا ما لا قصرت تلعب لحد. باعصابنا على الاقل. طيب خلينا نقرر. ايوه خلينا نروق خلينا شوي. نقرر. هلا عندنا يا سيدي كليوباترا اكيد لا، لانه حبت واخذت انطونيو لغير. شو زنوبيا 80 يوم؟ حاربت وعملت حروب الاول. نعم. ما هتعملها ب 80 يوم. شهرين ونص. ست الملك مالي سامع فيها. شجرة الدر سامع بعرف فيها. انه سامع فيها وقتلوها حكمت. بالابائيب مثل ما قتلت جوزها. شجرة الدر 80 يوم فقط. شجرة بجوز 81. لا شو ما في 80. هلا بدي ادبر تسعة. لك وحده حكمت 80 يوم ده يعني حبكت معك هلا 81 يا سيدي. منيح هيك انتم غلطانين. طيب شو عاملين فيك ست الملك؟ شجرة الدر ما سامع فيها. يا ريت تعمل فيي شيء. نعم. يلا شايفه؟ شجرة شجرة الدر. شجرة الدر. الجواب نهائي. شجرة الدر يا سيدي هي الجواب الصح. شكرا. صار معكم 4 أيام. هلا شك واحد لي واحد لسه باقي الشك الثالث للجمعية. لازم كل واحد 64 على فكرة، مو نحن اثنين وقاسمين كل واحد حيسكن ببيت. ست هلا ايوه. هذا شيك ب 64,000 ريال. اخذه هلا ولا خديه هلا. بجوز يزيدوا. خديه هلا.
بدنا يزيدوا كمان. Thank بس طيب ليش هلا- إلها اعطيتها وانا لا؟ ما انت قلت لي انه كل الفلوس بتعطيها اياهم الخزينة بالبيت. معي، الخزينة معك. معي. بس هدول لا إلي ولا إلها يا أخي، لا إلي إيه، ولا إلها خلص ولي. خلص. انت قلت لي قبل ما نفوت أنت قلت لي مالك كل شيء فاضي فلوس هلا بتعطيهم لها تقسم ست هلا. خلص. السؤال الثاني عشر ب 125 ألف ريال. يا رب خليك معنا يا الله. فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي وهو من أهل الكوفة وأصله من خراسان، فمن هو؟ انت شاطر كيمياء. إيه بس مو ابن كيمياء عساكر. تاريخية. محي الدين ابن عربي، أبو حيان التوحيدي، جابر ابن حيان. فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي من أهل الكوفة وأصله من خراسان. ولا ابن عساكر ما كيميائي. كيميائي توحيدي. سمعاني فيه بس ما بعرف شو. جابر بن حيان. 4 جواب نهائي. بتهيالي لأقول لك ليش؟ لأنه فعلا بتذكر بجامعة السورية جامعة دمشق يعني في قاعة كان اسمها قاعة ابن حيان. ابن حيان. جابر ابن حيان. ونحن كلية علوم نعم نعم. فلازم يكون جابر بن حيان. اوكي. ابن عساكر مو كيميائي. لا والتوحيدي مو كيميائي. كان صوفي. شو رأيك؟ اوكي. خليها جابر بن حيان. انا هاي عندك. لحظة إذا طلع غلط شو بيصير؟ ترجع ل 32,000. بس الشيك معنا ما حنرجع لك اياه. معلش أنا قابل، بس إذا طلع صح بضل الشيك معك 64,000. ما بعطيك 64 فوق. انت عم تاكل مال ايتامك. طيب جواب نهائي. جابر بن حيان. جواب نهائي. جابر بن حيان. يا عمي لا تطولوا الموسيقى، اعطونا الجواب راسا. لا يضونا الاخضر لنعرف اذا لا لا مظبوط. لا ان شاء الله يا رب. لا ما بيقدر اذا ما لعب باعصابنا ما بيقدر. سؤال مهم يعني. كيميائي كان جابر ابن حيان هو الجواب الصح. صاروا 125,000. صار معنا 125. إيه الحمد لله ما بقيان سؤال 2 3 للمليون. يا رب. استاذ دوريت، الرحمن الرحيم. هذا شيك ب 125,000. هذا باسمك خلص. خدي ست هلا بس هذا باسمه للاستاذ دوريت. اسمح لي انا باخذه وانا بعطيك اياه. اوكي. معلش خليها يعني طيب. يكون في كيف صارت واضحة هلا؟ المعنويات الأمور. منيحة؟ الحمد لله. هلا الحمد لله يعني طلعنا. أبو حيان أعطاكم 125,000 ريال. بس ابن عساكر فمن ما طلع لنا ابن شرطة. جابر ابن حيان أعطاكم نعم. 125,000 صحيح. ريال. صحيح. رح نتوقف كمان مرة للإعلان، خليكم معنا. منتابع سوا هالحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس محطة MBC. وصلنا إلى القسم الرابع من هالحلقة. في معنا الأستاذ دوريد لحام وزوجته ست هالة عم بيتابعوا المسابقة. وصل ربحهم إلى الآن ل 125,000 ريال. بعد في عندهم وسيلة مساعدة وحدة اللي هي الاتصال بصديق. السؤال الثالث عشر ب 250,000 ريال. منشوف السؤال. كم سنة دام الانتداب الفرنسي على سوريا؟ 24 سنة، 25 سنة، 26 سنة، 27 سنة. بعد في عندكم وسيلة مساعدة وحدة اتصال بصديق. اللي هي الاتصال بصديق. طيب هذا انتوا السؤال بدال بيساوي 250,000 ريال. 24 سنة و25 و24 34 54. خربطونا هيك. لا بخربط ما فيها الواحد لعب. بالسنة. هيدي يا بدك تكون تعرف الإجابة بدقة أو هيك هو في عندكم الاتصال بصديق بعد. معنا. الاتصال بصديق. من هو الصديق؟
ابني ثائر. ابنك ثائر. ثائر. نعم. اهلا. وثائر شو دراسته، شو خلفيته؟ دراسته المشكلة دراسته علمية. علمية. بس هذا موضوع بيتعلق بتاريخ سوريا يعني. ان شاء الله الاب ما كان يعرف السؤال، بركي الابن بيعرفه ان شاء الله. الو. ايوه. الو مساء الخير. اهلا. الاستاذ سائر، انا جورج ارداحي من برنامج من سيربح المليون MBC. اهلا استاذ جورج. اهلا فيك، كيف الاحوال؟ بخير الحمد لله، كيفك؟ اخي ثائر، في معنا الوالد عم بيشارك بالمسابقه هو والست هاله، وعم بيواجه سؤال صعب قيمته 250 ألف ريال. يا لطيف. نعم يا لطيف. يا لطيف. وصلنا. مستعد تساعده ولا شو؟ بكل سرور. بكل سرور. فاذا معكم 30 ثانيه. لا قبل ما 30 ثانية. نعم. هلا بدها تضيع الوقت على هو كله 30 ثانية واربع زي ما بدنا نحكيهم. إيه. بدأ مش هلا بدنا كيفك بابا وما كيفك. لما تقول له كيفك. لا انت قل له بابا منيح. إيه. وماما منيحة. إيه. ومتوفقين. خلص سائر. ولا تحكي. سامعك هو البابا منيح والماما منيحه ومتوفقين وصار معهم 125 ألف ريال. وهلا بدهم منك السؤال تبع ال 250 ألف ريال، بس يبدا البابا بالكلام. تفضل الاستاذ وليد. كم سنة دام الانتداب الفرنسي على سوريا؟ 24 سنة، 25، 26، 27. ان الانتداب ابتدأ من سنة ال 24 يمكن وانتهى بال 46، فبتصور لازم يكون الرقم الأصغر. 24 أظن هيك. بتصور الرقم الأصغر لازم يكون هو الصح أكثر. متأكد؟ والله لا، ما ممكن أكون متأكد أكيد، لكن بتذكر إنه خلص الوقت. خلص الوقت. شو رأيك؟ مو متأكد. لا مو متأكد. أنا بقول مش متأكد. 24 46 مزبوط. خلاص 46. ايه على الحالة كل الأرقام غلط. إذا هيك إذا مثل ما قال سايق. لا وبقول لك بقى يعني إنه مو متأكد. درسناه بأمريكا ومو متأكد. أنا بعرف. كنا درسناه من ناميبيا. أرخص لنا كان. مو عارفة عن السؤال. من احنا علمناه بأمريكا 4-5 سنين. بس ليه ما علمته؟ وصرفنا ليه ما عليه علمته دم امتى قلبنا. بدأ الانتداب الفرنسي على سوريا؟ مشان الحشرة. عرفنا امتى انتهى، بس ليه ما علمته امتى بدأ؟ مشان هيك حشرة. هذا الحق يعني عليك برأيه استاذ هو 24 سنة رقم واحد. الرقم الأصغر برأيه. خليها مثل ما خليها مثل كان. ما لشو اتصلنا فيه كان؟ نحن ما متأكدين. أنا عم أقول بين 24 و 25، يعني بحذف 26 27. خليها بال 24. بضل 3 باعتبار نحن اثنين فينا نجاوب جوابين. جواب إلي جواب إلها. شو جوابك انت؟ يعني إذا بال 24 وقت معركة ميسلون. ايه موقعة ميسلون. 24. خليها بالأصغر. انت بتقول 24. ست هالة. أنا ما بقدر يعني خالفه. خليني بال 24. كثير أنا آدمي. لا شو قصدك؟ لا أنا بعرف 25. أنا إحساسي شو؟ بس ماني متأكدة. لازم نعمل مزاج. قالت 25، شو بتقول؟ يعني قلت 24. طيب مزاج هي قصة. 26. أنت شو بتقول؟ شو بتقولوا شباب؟ لا ممنوع. ما بصير طلع. لا أنا مو مبين. عتمة اصلا مو شايفهم. ما أنا ما شايفين شايفه. وشهم. ما انا يا دوب شايفك لك. عتمة هونيك. الله مو يخليك، مش مبين أنا. شايفك بقلبي. مش شو لازم اعمل تصير شايفني؟ انت يعني برايك قديش كم سنه برايك؟ انا برايي 24 مش صح. شو بقى؟ مش صح. معناتها انا مزبوطه. معناتها انا عم اقول 25. تيجي ننسحب. 26. طلعت معك هيك يعني ولا استرجعت التاريخ ورجعت لل 1920؟ استرجعت شوي. لا خلينا على هاد
ما بدنا السؤال. طب مو قلنا المصاري يا عمي؟ لك يا حبيبي ما بدنا نقدر نعطيهم. صح لنا خايفين نرجع على 32. طيب لا تشخشبي له افكاره، قال 26 الزلمه 26. وخليه يفكر، خليه يطمن ويطمن حاله ويتاكد مزبوط. ريح خليه يرجع بالتاريخ، كان خلقان وقتها. طبعا ما كنت خلقان 26؟ لا ما كنت خلقان. ولا انا. ما كنا خلقانين. صحيح منين جبتوا لنا السؤال؟ لا ما كنا خلقانين. ما كنت خلقان 26؟ لا ما كنا خلقانين. طيب هو قال سائر انه انتهى سنه ال 46 طبعا. وانت موافق انه انتهى ايه. وانا موافق معك 46. صحيح. طيب بالست ال 20 ما كنت خلقت؟ ها ما كنت خلقت؟ شو لا بقى؟ بال20. لا انت اصغر ايه يعني. 26. نعم 26. جواب نهائي؟ أعرف. معركة ميسلون. 1926. ها 1900. معركة يعني هي متعلقة بمسألة معركة ميسلون. على التاريخ زي 1920 صارت معركة ميسلون. زدنا لها 26 بتصير 46. بعدين إذا زدنا لها 26 بتصير 46. هو فعلا طلعوا ب 46 وقتها قصفت دمشق بال 45. أنت ما كنت خلقانة، شو عم بحكي لا أنا؟ ما عم قلك. شو لك علاقة بكل السؤال أصلا؟ لا مشان هيك ما كنت خلقانة. أنا غيروا لي خلقان السؤال. وبتذكر قصفوا دمشق وقصفوا البرلمان وب 46 طلعوا مثلهم بال قنعتها؟ اقتنعتي؟ ب 26. انا مالي خلق. 26. جواب نهائي يعني. يا عمي طيب انت لمح لنا تلميحه، اذا مو بقلبك بعينك على قلت اذا كان قلبك ما يصرح لازم عينك توميلي. ما فهمت بعد من عيوني؟ والله العظيم اللي فهمته من عيونك انه اكثر عينتين بيحيروا بالعالم. ايه بالعالم كله. قلت 26. ايه 26 ان شاء الله. نهائي. رح يذبحني ها. ايه لك عم بيطلع. قلنا لك مزيد علني، وصلت على 26 ووقفت. بعد في 27، ليه ما قلت 27؟ انا بحاول اتذكر مسائل اربطها ببعض. طيب هلا عم بتذكر مسائل اربطها ببعض يعني. طيب اذا بدأ الانتداب الفرنسي 1920 وعدهم على صبيعك شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 26 27 سنة بيطلعوا. 26. لا 26 مع ال 20. عدل 20 وعدل 1946. 46 ايه بصيروا 27 سنة يا سيدي. لا لا كان 1920 ايه. 26 ايه. 1946. لأنه هي المسألة ما بين رحلوا ب 46 وما بين معركة ميسلون. طيب بس هن بدأ الانتداب بأول ال20 كويس. ورحلوا بآخر ال46. شوف هاي الحسابات بيحسبها الواحد امتى خلق. هلا انا برجع دائما بيسالوني قديش عمرك، بنقص سنه على اسم. لا جد طيب والله. هون مش عم بسألك قديش عمرك. انه ولدان سنه كذا لسنه كذا بقيم السنه هاي. لا انا متهيألي 26. قلبي لهفله يا اخي. طيب. وعلى حسابات هيك يا سيدي اوكي على حساب. شو تفضل. كان معكم خليه معك كان ورزقنا على رب العالمين. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ ايه شو بدنا نعمل؟ 125,000 ما راح تاخذوا 125,000. كان معكم 125,000 ريحني. صاروا 250,000. هلكنا. هذا باسمي. هذا باسمي؟ انا بدي اوزع طيب ان شاء الله. هذا شيك ب 250,000 ريال عن استحقاق وجدارة بفضل أخونا ثائر. كان خسركم ثائر. ايه حبيبي. هذا الشيك اللي كسبنا. اي والله سقورة. ثانك يو. صار معكم 250,000 ريال. رح نتوقف كمان مرة للإعلان ومنتابع سوا. خليكم معنا. صرنا بالقسم الخامس والأخير من هالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح المليون. معنا
الاستاذ وليد لحام ومدامته الست هالة بيطار عم بيشاركوا بالمسابقة، وصل ربحهم إلى الآن ل 250 ألف ريال. بعد عندهم سؤالين للمليون. السؤال الرابع عشر بنص مليون ريال. شو شعورك استاذ وليد؟ بوقف قلبي أنا. وانا كمان بيوقف قلبي بس لازم احمل يعني اكبش اعصابي، لانه اذا وقف قلبي مين بده ياخذها على المستشفى. فانا لازم ضل متماسك. نعم متماسك. سلامتك. على فاذا كل حال. بنشوف السؤال الرابع عشر. ما عدد سلاطين دولة المماليك؟ 43 سلطانا، 48 سلطانا، 53 سلطانا، 57 سلطانا. أحوانت الدراسة اللي درستها تاريخ. صحيح دارسة تاريخ. فيك تعدهم اذا بدك. سلاطين دولة المماليك. سلاطين. بقول لك والله ما بقى في عندك ولا خيارات. طبعا. عندكم 250 ألف ريال معكم. سؤال مش سهل، دقيق. أنا متذكرة شيء. قرار. عادة الواحد بهيك شغلة بيرمي رمية، شو مثلا الرقم ممكن يعني له شيء كمان. نعم. مثلا لا دوريت، بس ممكن نرجع ل 32 لسه ما قلنا له جواب لا تقول له شيء، لا تقول له شيء. لسه ما قلنا خبيها، مش حنعطيها بنوب خلاص. ايه لا ما تقول له شيء ويطلع غلط. هلا والله انا ماني متذكره ولا ممكن تتركيني يتصرف. يلا الواحد ضل طلع صوتك علي. لك اسف حبيبتي، اسف ارجوكي طب اسف. خليني عم فكر كمان. فكري هلا قلتي انا اولياء الدراسه تبع نسيت تاريخ المماليك، سلاطين المماليك تبع المماليك. بنقي هيك صدفه رقم بيكون عزيز على قلبه. انا اكيد الرقم اللي بنقيه هون 43 لانه هو سنه تولدها. ولادتك؟ ايه ما بدها تقول عمرها ايه هلا. لا بنقيه يعني بنقيه هيك يعني كلام. انا ما بعرف كم عدد المماليك، هن المماليك ما بيعرفوا كم عدد سلاطين ولا اعرف انا. هلا سال اي مملوكي قال له قديش عدد سلاطينكم، حيقول لك ما بعرف، ما بتذكر او ما بيريد يتذكر. يعني انت اذا بدك تختار بتختار 43؟ اذا بدي اختار، بس اكيد ما حجازف. خلص ثبت. طيب يعني لاقول لك ليش استاذ جورج، لانه في بعض الاسئله اللي غيرها في معطيات الواحد بيقدر يناقش يقارن يقول هي بتصير هي ما بتصير. هون ولي كله بيصير ارقام. كان الواحد عم بيلعب على طيب صارت اقمار هيك. لا غلط. نحن ما هذا البرنامج لا علاقه له بالقمار، ما بدنا اياكم تآمروا ابدا. هو هيك. ايه بقى شو بتعتمد، شو بتقرروا؟ انسحب. تشاورتما؟ ايه قرار بالتفاهم بين بعضكم؟ نهائي؟ جواب نهائي؟ جواب نهائي. يا قال لك لانه يعني هي المصاري مش إلنا، صحيح، هي لجمعيات. هي والأجدر انه ما تجازفوا فيهم. لا حرام. الأجدر انه ما تجازفوا فيهم. رجع كثير. نحن على كل حال ما بنلومكم، بنهنيكم. بدي اطلب منكم تحيه كبيره للاستاذ دوريد ومدامته. معلش نطلع بالجمهور. هو شو السؤال بس؟ استاذ دوريد وست هالة بنتشكركم. بالعكس بنتشكركم، انتم نورتوا هالبرنامج وانتم ضيوف اعزاء واحباء. مبروك عليكم 250 ألف ريال. كنت الأستاذ دوريد بتحب الرقم 43 وفضحتها للست هالة، قلت إنها خلقت سنة 43. بقى أنا كنت معتقد مدري عمري 43. كنت معتقد ب 48 خلقاني. كنت معتقد ب 48. لا مو باين علي. طيب يا ريتك نقيت 48. خلينا نشوف شو الجواب الصح. 48 ما بنقيه أكيد. لأنه هو 48 هو الجواب الصح. هو ما على كل حال 250 ألف. قلت لي ذكرني بالجمعيات. لا لك يعني قلت لك انه الواحد هيك ما بيعرف ينقي رقم يعني له شيء بيعني لي شيء. اكيد ما بنقي 48 وان كان صح، لانه هو سنه النكسه وسنه النكسه تبع نعم. فما بنقي اكيد. لو بده يكون صح ما حنقي. نعم هو رقم مشؤوم. وعلى كل حال بحب اقول
جد بحب اقول للام بي سي كل عام وانتم بخير، وبحب اقول لهم باسم الناس اللي رايحت لهم هالمصاري كثير شكرا لهم، وحيجبروا بخاطر ناس كثير، الله يجبر بخاطرهم، خاطر الام بي سي. ما في شك، ما في شك. شكرا. ما في شك. شكرا جزيلا استاذ دوليت. شكرا. بتحب شكرا اللي ذكرك فيها جمعية الشهيد في لبنان، ثلاث أتلات، واحدة لمؤسسة الشهيد، مؤسسة الشهيد، نعم، واحدة للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بسوريا، والثالث لجمعية أصدقاء الأطفال، جمعية قيد التأسيس، وأنا ومرتي من المؤسسين فيها. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق. كل التوفيق. دوريت قرداحي يحييكم من برنامج من سيربح المليون، والى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله. لا هي علي خليها علي. انت انتقلت لبرنامج عن مسؤوليتي. صرنا دورة قرداحي وجورج رحاب. جورج قرداحي بحييكم من برنامج من سيربح المليون.